والله العيب ده يتدرس، البلف ده اتغير اكتر من مره ومع ذلك في العربيه السيراتو اللي كان شغال فيها كل شويه العربيه تسجل بلف كانستر. يقوم الفني مغير بلف كانستر ومنظف بلف كانستر وترجع نفس المشكله تاني ان هي بتنور بلف كانستر او بتنور مشكله في الكانستر بتاع العربيه. فللاسف اول حاجه بتيجي في بال الصنايعي ان بلف كانستر ده هو اللي فيه مشكله فيغيره ويرجع نفس المشكله تاني. مجرد ما العميل يمشي بالعربيه ساعتين زمن ترجع نفس المشكله تاني، مع العلم ان ده ما كانش فيه عيب اصلا. فركز معايا كده علشان التفصيله الصغيره دي يا عيني صرفت صاحب العربيه فلوس كتير قوي، مع العلم ان العيب كان تافه جدا. العربيه دي من فتره قريبه جدا غيرت ترومبه بنزين كامله، فللاسف اللي جه غير الترومبه بتاعه البنزين الجديده ما خدش باله من التفصيله دي. التفصيله دي يا سيدي بتقول لك ان الترومبه الجديده لما بتيجي بالشكل ده بيكون الثقب ده اللي انت شايفه دون في ثقب هنا اهو. الثقب ده بيجي مقفول، فلازم انت تفتحه علشان لما تيجي تركب الحساس عليه، والحساس ده وظيفته ان هو يقرا البريشر بتاع التانك بتاع البنزين علشان بناء عنه هيدي اوردر الكنترول ان هو يفتح بلف الكانستر. تمام؟ فللاسف ما فتحش الثقب دون، والثقب ده مقفول تماما اهو من ورا. تمام؟ المفروض يبقى مفتوح زي ده كده، يعني بص في ثقب اهو هنا كده، الثقب ده مفتوح اهو. تمام؟ الثقب ده هنا مقفول. تمام؟ والحساس راكب على ما فيش. فالعربيه كانت بتعمل عيب كالاتي: اول ما تيجي تفول العربيه بنزين تلاقي استهلاك البنزين عالي قوي والعربيه اتخنقت برجلت، حصل فيها شويه مشاكل كده. تمام؟ يوم الكنترول محلل البيانات بتاعت العربيه ان في مشكله في البلف بتاع الكانستر، فتغير البلف بتاع الكانستر الخارجي، مع العلم ان ده هو اللي فيه مشكله، مش هو الحساس اللي بايظ، ولكن الثقب اللي من خلاله المفروض يقرا البريشر بتاع البنزين مقفول. ليه؟ لان الفني كسل او ما عندوش المعلومه ان ده المفروض يكون ثقب زي ده، وفاكر ان ده ملوش اهميه. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.